الدبابة M1A1 أحدث دبابات القتال الرئيسية في العالم. يبدأ خط إنتاج الدبابة M1A1 بتشكيل البدن، بداية من سفع الألواح الصلب للتنظيف وإزالة الصدى، ثم تقطيع الألواح، ثم تجميعها باللحام. بعد ذلك يتم إجراء كافة عمليات التشغيل المكني من خراطة وثقب وقلوظة باستخدام مراكز التشغيل المكني العملاقة التي تعمل آليا باستخدام الحاسب. يتم نقل البدن بعد ذلك لإجراء أعمال النظافة والسفع والدهان بالغرف المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة. وفي خط تجميع جسم الدبابة الذي يتكون من 12 محطة، يتم تجميع جسم الدبابة بإجراء حوالي 700 عملية تجميع، يتم خلالها تركيب أكثر من 7000 مجموعة رز. بالتوازي مع خط تجميع الجسم هناك خط تجميع البرج الذي يتكون من 8 محطات، يتم خلالها تجميع أجزاء ومجموعات إدارة النيران وتركيب المدفع وإجراء أعمال التنسيق بغرض تحقيق أقصى دقة للرماية. بعد الانتهاء من عملية تجميع كل من الجسم والبرج، يتم تركيب البرج على الجسم فيما يعرف بعملية التزاوج. بعد الانتهاء من تجميع الدبابة وفي مضمار الاختبارات النهائية للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات الفنية والتكتيكية، يتم اختبار القدرة على المناورة التي تشمل قياس أقصى سرعة، القدرة على الدوران، القدرة على صعود الميول الرأسية والجانبية، القدرة على عبور المخاضات.